السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية. ورجعنا لكم وهم فيديو جديد وهم هنا بالسيدية. لا اليوم راح نروح لغير مكان تيسير. هنا عندنا خالتي ما تخليني أروح بوحدي، تخاف علي ما في ديتها. اي اليوم رايحين اني وتيسير على مود الفيزا مالت يوسف، لانه الهويه مالته خلصت هنا، فمجبورين انه نروح نسوي له الفيزا. ليش حكي؟ صدق تروح الوزيرية؟ يلا لا عاد راح نصعد هنا انا ويا عمو، يقول دخلك بالله لا تصوريني، فاحنا هسه ايش راح نسوي؟ نكمل باقي كلامنا هناك. وهنا صعدنا ويا عمو، يقول لا تصوريني، حب يشاقه او يتمازح ويانا، فباعوا هنا احنا ماشيين بالطريق ورايحين للوزيرية في سبيل انه نشوف شنو راح نسوي اليوسف، لانه اخذت اني موعد وهسه رايحين حتى نكمل الفيزا هناك، فابقوا وياي لاخر شيء. فباعوا هنا اصدقائي، جيت مثل ما قلت لكم على شركة الجيت واي. شركة الجيت واي اريد اخذ اريد اخذ قلت لكم فيزا اني اليوسف. اول ما اجيت ما اعرف هاي التفاصيل كليتها، اجيت لهنا للاستاذ ابو معتز، فقال لي التفاصيل اللي اني احتاجها. اني ما احتاج مثل ما العراقيين يجون يحتاجوها، مثل ما هسه راح يقول لكم هنا استاذنا ابو معتز. فهسه راح نقول له شنو اللي يحتاج اكثر شيء العراقي اللي يجي. هي بالنسبة لمنح الفيزا التركية من شركة الجيت واي بها شروط. شروطها بسيطة. بدون سند عقاري. وما وجد ما عنده سند عقاري، إذا ما وجد عقد إيجار وتأييد مختار مصدق من المجلس البلدي، يعني من المحافظة اللي هو بيها أو المنطقة اللي هو هاي واحد. يعني اللي ما عنده سند عقاري بسهل عقد إيجار. واحد. اثنين يريدون هوية موظف متقاعد أحد أفراد العائلة، يعني مو شرط الإنسان نفسه موظف. وإذا ما عنده موظف متقاعد أفراد العائلة يريدون تأييد عمل، يعني هو شو يشتغل حضر كل زين تأييد عمل سهلية. وبوقت المستمسكات كل واحد عنده مستمسكات، تعرفين بطاقة موحدة وبطاقة سكن، هوية شهادة جنسية وبطاقة الغذائية، ويدفع 115 دولار داخل هاي. ال 115 مفصلة على شكلين، 65 دولار تأمين صحي للشخص، وهذا شيء يساعده يعني كله جيد. يعني مجرد ياخذون بس 50 دولار اجور، يعني الفيزا جيد وسهله، يعني جدا سهله. يجي هنا ينظم الاستماره، ننظم هي وما ادري شنو، ياخذ الفيزا وسهله. الفيزا تطلع من 10 الى 12 يوم، تعرفون لانه كانت اقل بس كثره الطلبات، تعرفين الشركه هماتين يعني تستقبل هواي عالم، مساعدين الناس، يعني شركه جيده وشركه رصيده وبيها يعني صح بيها تعليمات. تعرفونها كل الفيز دول العالم كلها يريدون سند عقاري وكشف حساب، بس هم متنازلين. حتى احنا هناك عندنا مثلا بتركيا، من لما نريد نروح الباقي مثلا اي دوله ثانيه اكيد راح يطلبون نفس هذا الشيء. لا كل الدول هاي شروطها صحيح، بس هم الناس اكثر شيء كانوا يطلعون فيز الكترونيه ورقيه اسمها السيوان من المكاتب. هاي هسه متوقفه. متوقفه لانه ذيك بس بريه. العفو ذيك السيوان كانت جويه، هاي جويه وبريه، هاي ستيكر بالجواز. يعني هي موجوده من قديم هاي ستيكر. شركة الجيت واي، هذه شركة تروبسات كانت اسمها. تمام. فالعالم متعلمين على السيوان. بس السيوان بس طيران. ايوه الطيران تعرفين سكترها ومتوقف. بري. اما هاي جوية وبرية. جيد كل زين. يعني سهلة. فهسه اذا استفاديتوا من هنا اخونا ابو معتز، جدا نشكره على المعلومات اللي موجوده. فهسه راح ننتقل احنا نروح للبيت ونشوف شنو راح نسوي تفاصيلنا. شكرا جزيلا. شكرا. بعد ما طلعنا من الفيزا واخذنا فيزا اليوسف، راح ننتظر الموعد مالتنا مده 10 ايام تقريبا. فاجينا هنا انا وتيسير لان كلش جوعانين، فراح ناكل هنا لان طلعنا بدون ريوت. مو تيسير؟ لان هذولي الشباب كل تزوجوني، فما قعدت حتى من وقت طلعنا من البيت الساعه 9
بس مع ذلك يعني عادي تقدرون تلاحظون لان هنا بدون موعد، يعني ما يعطوكم وقت بالموعد، وقت ما تجون عادي تطبون. فباعوا هسه هنا احنا طلبنا صاج لحم وصاج دجاج وياها شغلات حلوه مرتبه. ها فهسه راح ناخذ الطلبيه مالتنا من هنا ونروح ناكل برا على الهواء الطلق. لا لا حبيبي سوسه والله ما بيك قصور. هسه انت شنو راح توكلني اليوم؟ انا قلت لهم للمتابعين شنو راح ناكل. ها غير تحط لي القصبه عافيه. ها يقول لي ما اقصر وياك. ما قصرت وياك. لا والله ما منك قصور والله والنعم منك. انا احبك والله ايش قد تحبني؟ شايفه قد ما تحبي رجليش؟ ايه انا احبك شاف عاقل مليارات والله في دول قلبك حياتي. تدرون هنا صديقاتي هذا تيسير ابن حماية، بس امه يعني ابوه ميت وبيبيته هو اللي يعني هي اللي مربيته. فانتوا سالتوا هواي بالتعليقات قلتوا لي هباوي ايش قد عندكم يعني اطفال. اول شيء هنا تيسير هو واخته عند خالتي، لانه امهم اتزوجت وراحت، هذا يعني نصيبها، لانه ابوهم ميت من كان تيسير يعني ايش اقول لكم بعده بالفلافه او بالقماط او يعني لها مسميات هوايه. فبيبيته اخذته وهي اللي ربته هو وعيشه. فشوفون ام بلولي مثل ما تقولون عليها عيناء، اهلها موجودين بس بالانبار. فمن خالتي راحت للانبار يعني اجتي على يوسف حتى تشوفه ايش سوت، راحت البيت حمايه الثاني فشلبت بيها ام بلولي. فقالت لها والله امي ما تروحين، هم احفاد خالتي كلهم يقولوا لها امي والام هم يقولوا لها ماما. فايش سوت، شلبت بيها وقالت لها امي. شلون سلب عليك العباس. يا وين راح تاكل؟ ولك تاكل هسه قوم غسل. ايه فراحت قلت لكم البيت حمايه واجتي وياها هاجر وعيناء. فظلت يم خالتي هسه تقول لها عيناء راح اوديك لاهلك اوديك لماما، تقولها لا امي انا ما اريد اروح، انا اريد اظل يمك. فعندنا احنا خالتي كلش تحب يعني الاطفال او الاولاد، يعني عندها شغله عاديه حتى لو كان بيتها متروس يعني جهال ومتروس يعني خطار واي شيء، بالعكس كلش تستقبل هذا الشيء. ما تشوفوني اني اجيمها. فمثل ما قلت لكم خالتي كلش تحب الاولاد يعني، وما يشوفوني اني اجيمها لانه هي بالنسبة لي أنا كلش أحبها وهي كذلك هم كلش تحبني. بعض التعليقات قالوا مو كل واحد يستقبل العيال يستقبلون زوجة ابنهم، وبالذات إذا كانت متزوجة من غير شخص. بنات هو بعد مات وهم يعني يدرون بهذا الشيء إنه هو ميت، فليش ما يستقبلوني؟ بالذات أنا وخالتي أكيد راح شفتوا الفيديوهات السابقة إنه أنا وخالتي ما أحكي لكم إيش قد علاقتنا حلوة بيني وبينها، مو عبالة جد ابنها، وإنما الحمد لله علاقتي بيها كل زينة. أني معاملتي وياها حيل زينة وهي معاملتها كلش حلوة وياي. ففقرة عائلة بسيطة، عائلة يعني إذا أخذت عائلة زنقيلة أكيد راح يعني يقولوا لي هذا شنو وذاك شنو وليش وما أدري إيش. فأني أخذت زوجت هذه العائلة البسيطة، لأنه لو أحكي لكم قبل شلون يعني كنت ببيت يعني أهلي غرفة بوحدي، صوت ما أريد، يعني شغلات مثل ما هسه أنا عايشة بيت هذا زوجي بتركيا.
فمع ذلك عشت وياهم على اوضاعهم، يعني اوضاعهم هم، وتعايشت وياهم على فقرهم، تعايشت وياهم على طبيعتهم الحلوه الحمد لله. فمعامله ابو يوسف كانت كلش حلوه. واذا تقولون ام يوسف انتي يعني اذا دنباوع على خالتك وانتي يعني مو نفس عبالك نفس الكبر، هي خالتي الزوجة كلش عمرها صغير، عمرها تقريبا 14 سنة واخذت عمي. بعدها حتى اولادها اذا تلاحظون عبد الرحمن احمد يعني الموجودين بعدهم صغار، ف هم متزوجين صغار وزوجوا اولادهم صغار وكبروا اولادهم. ف قياسا بالعمر اني وابو يوسف ما فرق بالعمر بيناتنا بس سنتين، هو اكبر من عندي بسنتين، لان قلت لكم اولاد خالتي ما شاء الله كبروا وياها، فتحسون انه اني وياها نفس العمر. فهسه راح تيسير هنا شي يقول لي الله عليك كافي اني متت من الجوع. فهسه ايش راح نسوي؟ راح ناكل واكيد راح ننطلق نروح للسيديه البيت خالتي. ابقوا ويانا هم تفاصيلنا الباقيه. بعض هنا صديقاتي انتو اقول لكم بعدها بغداد كلش حاره، بس بالليل صحيح يصير عندكم الجو يعني برودة قليلة، وإنما بعدكم تشغلون اللي شغل مبردة واللي شغل السبالت يعني. حتى هنا الأخ موجود ويانا السايق، من سألته قلت له والله بعدها كلش حارة، يعني انتوا تقلدون عبالكم اني اقلد على بغداد واقول ها تركيا باردة، تركيا صارت بعد يمكن كم يوم النوب راح يشغلون دوار الغاز، ومن الحكي هذا تقولون لا هنا قاعد تكذبين وقاعد تقولين ماكو حر. استاذنا مو بعد هالدنيا حاره هنا؟ مو صحيح؟ فباعوا بنات انا ما دا اكذب عليكم ولا دا اقول لكم انه احنا هنا بارده وهناك حاره، كل من يعيش الجو اللي هو بيه. هنا بالنهار توصل عند 37. اي شفت؟ 37 درجه حراره. هسه اني زوجي مني يخابرني من هناك يقول لي توصل ل 15 درجه الحراره اقل، كلش اقل. توصل عند 16 17. اي شفت؟ احنا هناك كلش بارده، يعني هسه مطر وهوسه. وهنا كان نوصل لأصدقائنا وهي راح يفتحون لنا الباب ونقول لكم خلينا نطب وبعدين نقول لكم مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبينا وتعبنا وكلش حار. خوبان سمتنا الحر صمت. اي والله. على سنة كبر. اليوزر. باعوا هنا صديقاتي ورا ما اجيت من السفارة، فما صورت لكم الغداء لان هنا كان عند خالتي ضيوف واجتي هاي بتها وياها بعد زينب وابنها وبتها الصغيرونة واختها. فمع ذلك هسه راح نتعشى احنا ونكمل كمل يومنا. وهنا كمل يومنا وراح نقول لكم مع الف سلامة حبيبات قلب، لا تنسوني باللايك والمشاركة.